هو احنا ليه ما بقناش نركب شبابيك حديد بالشكل ده دلوقتي؟ علشان يحمي الشباك من اي محاولة اقتحام، الصنايعي ده بيركب قضبان حديد بطريقة بسيطة بس دقيقة جدا. أول حاجة بيستخدم ميزان المية عشان يتأكد إن الإطار كله مستقيم ومظبوط، بعدها يبدأ يعلم المقاسات وينقلها واحدة واحدة بكل دقة. بص بقى على الخطوة اللي جاية دي، بيمسك شنيور وريشة طويلة مخصوصة للحيطان ويخرم خرم عميق يعدي منه طبقة المحارة ويدخله جوه الحيطة. كل خرم بيكون أوسع سنة بسيطة من سمك سيخ الحديد عشان يدخل مظبوط من غير تعب. وهنا بقى تيجي خطوة مهمة جدا ناس كتير كانت بتستهين بيها، بينضف الخرم من التراب بالهواء المضغوط عشان لو التراب فضل جوه المونة مش هتمسك صح. بعد ما الخرم يتنضف كويس يركب الشبكة الحديد في مكانها بالملي، وبعدين يجهز مادة التثبيت يا إما مونة سريعة يا إما مادة كيميائية مخصوصة للتثبيت. يرش شوية مية على السطح عشان المونة تمسك وتكسى صح. بعدها يعبي كل خرم بالمونة حوالين السيخ، يظبط الشبكة مرة أخيرة ويراجع عليها بالميزان كمان مرة، يشيل الزيادة وينعم الشكل بأسفنجة. وفي الآخر شوف النتيجة، حديد متظبط على استقامة واحدة ثابت وجامد، وشباك بقى متأمن بنسبة 100%. لو حد فيكم جرب الفكرة دي يا ريت يشاركنا التجربة دي. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر المزيد. شكرا.